حلمي وحلمك. إكرام حمد الله. الموجة الحارة اللي احنا بنمر بيها وبتمر بيها البلاد وكل الدول، لكن يعني اللي بتمر بيها مصرنا العزيزة، مهمة قوي ان احنا نعرف الموضوع. هنعمل ايه في الحرارة دي؟ هنعمل ايه في التصحر ده؟ درجة الحرارة وصلت بفارق 5 و6 درجات عن الأعوام السابقة، والتغيير ده تغيير مفاجئ يعني بدون توقع. بص تلاقي درجة الحرارة مرة واحدة ارتفعت أو مرة واحدة انخفضت. لكن للأسف احنا في الفترة اللي موجودين فيها حاليا في حالة من الاحتباس الحراري، حالة حر شديد جدا بيتعرض لها الإنسان من الموجة الحارة دي، ويوصلوا للإجهاد الحراري وعدم التكيف مع هذه الحرارة العالية. أنا معايا الأستاذة مها البديني، الصحفية الاستقصائية المتخصصة في كتابة موضوعات الطاقة والنفط والمناخ. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين. طبعا مصر بتمر بتغيرات مناخية كبيرة جدا ولم تشهدها من قبل، وده يعني موجود على مستوى العالم وعلى مستوى الدولي بسبب يعني التغير المناخي، واللي يعني شاركت فيه بشكل أو بآخر الدول بسبب السرعة في القطاع الصناعي أو التطور الكبير في القطاع الصناعي، مما أدى إلى ظهور سلبيات مؤثرة على الحرارة أو مؤثرة على المناخ، وبالطبع كمان أثرت بشكل أو بآخر على الإيكو أو على النظام الحياتي في الدائرة الحياتية، من نبات، من الأرض أولا، ثم النبات، ثم الحيوان، وطبعا الإنسان اللي بيتأثر بكل هذه المراحل. من ناحية أو أخرى لازم على المستوى الدولي وعلى أو على مستوى الدولة وعلى مستوى الشخص أو على مستوى الفرد، إن احنا نمشي بمنظومة معينة أو منظومة محددة عشان نقدر أو نحاول إن احنا نحاكي أو نعرف إن احنا نساير ما يحدث من تلك التغيرات المناخية التي سببها الإنسان. يعني هو الإنسان هو المسبب الرئيسي في التغير المناخي اللي هو يعني أضر بيه. فطبعا عشان نقدر ان احنا نعمل ده لازم يكون في اتفاقيات معينة ما بين الدول، وده اللي ساهمت فيه مصر بشكل مباشر، واللي ظهر طبعا في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 في السنة قبل يعني في 2023، اللي كانت تحت شعار التنفيذ من أجل الناس والكوكب. طبعا كان بيتم مناقشة أزمة الطاقة وزيادة معدلات الاحتباس الحراري، وشارك فيه يعني مجموعة من العلماء وقادة والمسؤولين على مستوى دول العالم عشان يقدروا يطلعوا باتفاقيات إطارية أو اتفاقيات موحدة، بحيث ان هم يقدروا يكونوا ملتزمين. أهم البنود إيه اللي كانت في الاتفاقية دي؟ أهم البنود طبعا إن احنا نقدر يعني نحاول نسارع بفكرة إن احنا نقلل من كمية الاحتباس الحراري من خلال اتفاقيات محددة، واللي يخالفها بيتعرض لشكل أو بآخر لعقوبات محددة. طبعا احنا لسه ما وصلناش لمرحلة العقوبات إن هي تتنفذ بشكل أو بآخر بشكل مباشر، غير مفعلة يعني حاليا، غير مفعلة بشكل رسمي على أرض الواقع، ولكن لابد أن يتم تفعيلها. ده عشان طبعا نقدر إن احنا نحاول نقلل من الاحتباس الحراري اللي بيجهد الأرض ثم طبعا بيجهد الإنسان. التغيير المناخي ليه دور أساسي في التغيير ده. حضرتك بتتكلمي عن بعض العقوبات اللي ممكن تحصل ناتجة عن الاحتباس الحراري، اديني أمثلة من فضلك، يعني زي إيه اللي ممكن يبقى عليها عقوبات؟ يعني مثلا معظم الدول المتقدمة والدول الصناعية هي اللي شاركت بشكل أو بآخر في زيادة الاحتباس الحراري في الأرض بسبب طبعا المصانع. إذن المصانع رقم واحد. المصانع رقم واحد طبعا التنقيب عن النفط في أماكن بتسبب في ارتفاع درجات حرارة الأرض، ده جزء طبعا كبير جدا وبيعاني منه دول كتير جدا، خصوصا الدول النفطية، سواء في البحر أو على
الأرض عامة، يعني الاثنين متساويين في نفس التأثير؟ متساويين من ناحية معينة. إني أنا لما بقوم بالتنقيب في البحر بطلع بكميات معينة، الكميات المعينة دي من النفط أو من الغاز بستهلكها في الوقود، اللي هو عبارة عن السيارات وعبارة عن المصانع اللي بتستخدم النفط أو بتستخدم الغاز. كل حاجة في حياتنا دلوقتي هي نفط وغاز، التكييف اللي شغال في البيت، الكهرباء، كل ده نتاج النفط والغاز. فبالتالي أنا من جهة أنا يعني بستخدم طاقة غير متجددة خلاص بتنضب من العالم، بستهلك استهلاك كبير جدا من الملوثات في الجو والملوثات في الأرض، غير التسريبات النفطية اللي ممكن تحدث أصلا في البحار أو تحدث حتى في الأماكن الخاصة بالصحاري. مثلا في المياه الجوفية ممكن يحصل تسريب يسبب يعني تلوث فيما بعد يضر بالزراعة الموجودة في تلك المنطقة. فطبعا بشكل أو بآخر التلوث من خلال البحر برضو من حاملات النفط، ودي حصلت كتير جدا وكانت ليها أضرار في الثروة السمكية برضو يعني. هي طبعا كان في آخر حادثة نفطية وهي تعتبر من أكبر الحوادث النفطية التي حدثت في القرن 21، هي حادثة تسريب حدثت في دولة نيجيريا منذ حوالي شهر تقريبا، وده تسبب في تلوث هائل في المنطقة التي تسببت في التسرب النفطي. ولغاية هذه اللحظة يعني مش قادرين ان هم يحجموا التسرب النفطي الكبير اللي حصل في نيجيريا. فطبعا ده نموذج يعني بسيط من نماذج التسرب النفطي واللي بتحدث بشكل او باخر، وممكن تكون في كمان نماذج تانية غير معلنة لان تسبب في تلوث، بس تلوث جزئي في منطقة معينة. يعني طبعا هو ده جزء التلوث طبعا اكيد بيؤثر في المناخ، بيؤثر كمان في الدوره الحياتيه، لان طبعا احنا عندنا يعني كائنات موجوده في الارض، الكائنات دي بيتم الاضرار بيها فبتسبب في اخلال في الدوره الحياتيه او الدوره الخاصه بالتوازن البيئي، وده كله بيؤثر على الانسان وبيؤثر طبعا على البيئه الارضيه. استاذه مها، الموجه الحاره في الصيف السنه دي عاليه جدا ومعدلاتها مش طبيعيه اللي بتمر بمصرنا الحبيبة، وبالتالي في رطوبة، والرطوبة دي أنا شايفة أنها يعني ضررها أكتر من سخونة الجو. تفتكري إيه الأسباب اللي أدت لكده؟ يعني هتكلم من خلال مصر، ودي عارفة أن مصر الجو بتاعها قاري أساسا. احنا عندنا المشكلة الرئيسية واللي بيعاني منها يعني العالم كله هي ظاهرة الاحتباس الحراري، وده سببه ظهور غازات مكونة في الغلاف الجوي زي الميثان وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وأكسيد النيتروز. كل هذه المكونات بتسبب في زيادة الاحتباس الحراري، وهي بتنتج نتيجة الغازات الموجودة في سواء مستخدمات مثلا من الفريون الخاص بالتكييف. أنا هتكلم بشكل مبسط للقارئ أو المستمع. طبعا من الغازات الصادرة من السيارات، كل دي انبعاثات احنا ممكن نكون شايفينها، وطبعا المبيدات الرشاشة والحاجات دي كلها بكل تأكيد، وحتى البرفانات والأبخرة وكل دي حاجات مسببات أكيد يعني. أكيد بالظبط، احنا ممكن نكون شايفين المسببات دي بسيطة ما ننتبهش ليها، لكن مع تراكم السنين أكيد لها تأثير ودينا شايفين، لأنه عمرنا ما مرينا بالحرارة دي. وده سؤال برضو بيزين، هل فعلا مصر مرت قبل كده بالموجات الحارة دي؟ طبعا احنا ما مرناش قبل كده بهذه الموجات. يعني تقارير سابقة كان في تقرير مثلا لوزارة البيئة سنة 2015 بيتكلم عن الانبعاثات اللي زادت في الجو نسبتها بنسبة 40% بسبب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، واللي وصل أعلى مستوياته خلال 10 سنين من 67% ل 73%، وده وفقا للإحصائيات بالبنك الدولي والإحصائيات العالمية اللي بتقيس الانبعاثات دي على مستوى العالم، وبتشوف أكتر الدول اللي بيتم إصدار هذه. احنا عندنا مبادرة جيدة جدا يعني من وزارة البيئة، وهي خليني افكرك يعني دايما كانت وزارة البيئة وكانت سباقة قوي، يعني دايما بنشكرها على المجهودات اللي بتعملها. لو تفتكري قديما كده كنا دايما بنعاني من حرق الأرز وقش الأرز، وكان بيعمل السحابة السوداء في الجو، لكن بفضل مجهودات وزارة البيئة والإرشادات والإعلانات والإعلام ودور الإعلام قدرنا
نتخلص من هذه العادة، وإلا إن كانت بشكل قليل وبكل تأكيد كان لها تأثير. طبعا ده دور مهم جدا للتوعية وكمان التوجيه من قبل الدولة أو لتوجيه الفرد، توجيه المجتمع والصحافة والإعلام طبعا في الكشف عن الموضوعات دي، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الاحتباس الحراري واللي احنا بنمر بيها كأزمة في مصر، واللي لازم كمان نقف كلنا إيد متكاتفة سواء على المستوى الفردي أو المستوى المجتمعي في المبادرات المختلفة. وطبعا الصحافة بتقدم ده من خلال الموضوعات خاصة بيها في صحافة الحلول، إن أنا بقدم موضوع وبقترح كمان الحل بتاعه عشان أقدر أوصل لنتيجة مهمة جدا. صحافة وإعلام وميديا وسينما وكل وسائل الإعلام لازم يكون لها دور، يعني مش فقط بس الصحافة، لا، الراديو والتلفزيون والسوشيال ميديا وكل وسائل التواصل الاجتماعي لها دور ودور مؤثر. وديك شايفة الانتشار التكنولوجي اللي خاص بالسوشيال ميديا بقى يوصل المعلومة بسرعة جدا ولها فعالية قوية جدا. ده حقيقي فعلا، لان هي كلها دايره واحده مكتمله، واكتمالها بيجي كمان بفكره ان لازم يبقى فيه نتيجه، يعني هدف للمبادره عشان اقدر اوصل بالمجتمع بتاعي للمستوى اللي انا عايز او انا بفكره عشان احقق النتيجه بتاعتي. وده فعلا اللي حصل. يعني النموذج اللي حضرتك قدمتيه بالنسبه لقش الارز واللي كانت بتقوم عليه وزاره البيئه عشان توعي المزارعين وازاي ان هم يقدروا يحرقوا بطريقه معينه في مكان معين، وعشان نقدر ان احنا نحجم. لا، ده وجهتهم كمان بدل الحرق ان احنا ابتدينا نستخدمه في بعض الحاجات، الاعلاف الخاصه بالاعلاف وانتاج كمان الاخشاب وحاجات كتيره جدا قدرنا نستفاد بيها من خلال الدراسات التكنولوجيه والعلميه اللي اتعملت على قش الارز. ان انا بحول الهدف بتاعي الى حاجه مستخدمه او ريسايكل الحاجات. ما هو ده بقى الريسايكل اللي هو صديق البيئه، صديق البيئه والطاقه المتجدده، ان انا بجدد من الحاجه اللي عندي عشان اقدر ان انا اطلع بنتيجه معينه، واقدر ان انا استخدمها استخدام مفيد للبيئه ما يضرش البيئه بتاعتي، في نفس الوقت كمان تبقى حاجه مستدامه بالنسبه لي، ان انا انوع من ايراداتي عشان اقدر كمان كشخص ان انا اقتصادياتي تبقى كويسه ومتحسنه بالنسبه ليا كفرد في الاسره، وان انا بفيد المجتمع بتاعي وبفيد اسرتي في الاول وفي الاخر. بما انك ذكرتي دور الطاقه المتجدده والنظيفه في تقليل وتخفيف من شده الحراره، هل في امثله على انواع معينه من الطاقه؟ طبعا احنا في مصر وتحديدا في شرق محافظه اسوان في مدينه كومومبو تحديدا عندنا اكبر مشروع للطاقه الشمسيه على مستوى الشرق الاوسط. طبعا الحكومه المصريه بتولي المشاريع والمشاريع خاصه المتجدده، ومنها مشروع بنبان والذي يقع مكانه تحديدا في مدينه كومومبو بمحافظه اسوان، وهو مشروع الطاقه الشمسيه، وهي اكبر محطه طاقه شمسيه على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا. طبعا دوله الاردن من الدول المتقدمه في الطاقه المتجدده والطاقه الشمسيه تحديدا، وهو ده اللي احنا بندور عليه، ان احنا نبتدي ان احنا نغير من نمط استخدامنا للطاقه الغير متجدده، وان احنا نبتدي ان احنا نستخدم الطاقه الجديده والطاقه النظيفه والطاقه الخضراء عشان ان احنا نقدر نقلل. هل المازوت والفحم لهم تأثير؟ المازوت والفحم اكيد طبعا ليهم تأثير، وليهم تأثير ضار جدا على البيئة، لان طبعا بيبقى فيه اصدار للأدخنة والأبخرة في الجو، ونسبة الأدخنة الموجودة او الصادرة من الفحم بتكون ملوثة جدا أضعاف النفط وأضعاف الغاز. الأستاذة مها البديني المتخصصة في كتابة موضوعات الطاقة والنفط والمناخ، يعني أنا مش عايزة أتخطى يعني دور الطاقة المتجددة والنظيفة في تقليل وتخفيف من شدة الحرارة، لأن الموضوع الحر السنة دي بقى قاسي جدا لدرجة إن احنا بقينا بندور على أسباب، وكلنا بقينا حريصين، حتى المواطن العادي اللي مش فاهم يعني إيه احتباس حراري، يعني إيه حرارة، بقى يدور دلوقتي يقولك ليه الجو دلوقتي ما بقى زي زمان.
ليه الصيف ما بقاش صيف؟ يعني الصيف دايما احنا المناخ بتاع مصر دايما كنا بناخده في المدارس انه جو معتدل، يعني دافئ ممطر شتاء ومعتدل صيفا، احنا ما بقاش ده موجود خالص. فده بيخليني اسال سؤال متعلق بالاوزون، هل الاوزون يعني متعلق وله تاثير في بالحراره؟ بشكل كبير جدا، ولذلك في مشروع يعني أو خطة وطنية قام عليها مصر في الوقت الحالي، وخصوصا وزارة البيئة وده من ضمنه هو وقف استخدامات الخاصة بالإصدارات يعني من التكييف أو غيره اللي بتسبب في زيادة ثقب الأوزون. هل التكييف فقط؟ التكييف والمبيدات الحشرية طبعا، المبيدات الصادرة من حاجة ليها علاقة مثلا من الغازات خاصة بالمصانع، كل ده بيؤثر بشكل أو بآخر. وشكمانات العربيات والمحركات وحاجات كتيرة جدا. بالظبط، الحركات الخاصة برضو في بعض المصانع اللي بتستخدم الفريون في يعني إنتاج أو في تشغيل المحركات الخاصة بيها، كله بيبقى فيه إصدارات منها أو صادر منها غازات بتسبب في زيادة ثقب الأوزون، وليها دور كبير جدا في بداية مشروع خطة وطنية زي ما قلت لحضرتك وذكرت، هي وقف تماما المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. إن إحنا عندنا مشروع هينتهي، إحنا بدأنا فيه اوريدي يعني في 2022 وسوف ينتهي في 2050، يعني نهاية المشروع هو في 2050، بس احنا شغالين فيه في الوقت الحالي ان احنا بندرب جزء كبير جدا من الطلاب ان انا ازاي ان انا اقدر ان انا احول مثلا، يعني كمثال التكييف الموجود في بيتي احوله لميكانيزم معين او طريقه معينه بدخله بشكل معين عشان انا اقدر اشيل الجزء الخاص باستخدامات المواد المستنفذه في طبقه اللي هي الفريون بالظبط، واشغله بشكل معين عن طريق الطاقه المتجدده عشان هو يشتغل تكييف عادي بس مش هيبقى فيه فريون بشكل. وده اللي دايما بنقوله من يعني الشباب بتوعنا واولادنا اللي في كليات الهندسه، ان هم يبتكروا حاجه بالشكل ده وتطلع بشكل نظيف وتكون صديقه للبيئه. ده حلم فعلا جميل، واعتقد انه فعلا واحنا عندنا عقول بشريه رائعه جدا ومبتكره جدا وبتقدر تنفذ ده بجد. يعني في اولاد كتير وشباب كتير في الجامعات بيبقوا بس محتاجين الفرصه. بالظبط، هو مش بس هو بقى واقع. ابتدت الشركات الصناعيه تعمل بروتوكول مع مصر او تعمل بروتوكول مع الجهات المعنيه زي وزاره الزراعه مثلا، زي طبعا في ماكينات بيستخدم فيها جزء منه في الفريون، زي مثلا وزاره الصناعه في برضو ماكينات في المصانع بتستخدم الفريون. كل الجهات المعنيه اللي ليها استخدامات للفريون يعني عملت بروتوكولات خاصه مع الشركات بالتعاون مع وزاره البيئه طبعا اللي هي راعيه اصلا الخطه الوطنيه لخفض استهلاك المواد بمقدار يصل ل 834 طن من المواد المستنفذه. انا ليه بقول الارقام؟ لان طبعا ارقام مهمه. فكره ان انت بتستنفذ كميه معينه، انا في دولتي او في مصر بستنفذ كميه معينه من الطن، ده بيسبب في اتساع ثقب الاوزون مختلف عن دوله ثانيه ممكن تكون بتستخدم اضعاف الاطنان اللي انا بستهلكها. فبالتالي انا يعني ماشي في خطتي وماشي في مشروع. الدول اللي بتستخدم يعني اللي بتتأثر بيها الأوزون معظم متقدمة في أوروبا وفي أمريكا هي أكتر الدول متسببة في الاحتباس الحراري، هي أصلا ودي فعلا ودي كانت المفاجأة الكبيرة. الدول المتحضرة هي أكتر دول عاملة يعني أزمة فعلا في ثقب الأوزون. ده حقيقي فعلا، وهي أكتر الدول اللي بتطالب الدول النامية إن هي تبتدي ان هي تفعل الاتفاقيات في حين ان هي مش ملتزمه اصلا بالاتفاقيات. فانت كدوله متقدمه انت بتستنفذ اكتر مننا بالاطنان عشان تؤذي الارض وتؤدي الى الاحتباس الحراري، في حين ان انت بتطالبني انا كدوله ناميه ان انا افعل الاتفاقيه. طب انت فعلها وابتدي ان انت تشتغل على المصانع بتاعتك عشان انت تقلل من الاحتباس الحراري من عندك اللي هو اصلا بيأذيني انا في الاول كدوله ناميه، بيأذي البيئه عندي
اكتر منا. بكل تأكيد. برضو الاحتباس الحراري له علاقة بالعمران يعني في مصر. هل في يعني مخاطر ممكن تهدد العمران في مصر خاصة بالاحتباس الحراري؟ بالنسبة للعمران في مصر طبعا هو تأثر بشكل أو بآخر بسبب التغيرات المناخية، يعني سواء في زماننا دلوقتي أو على المستوى المكاني الجغرافي، يعني لأن في تغيرات بتعكس الأمر ده، سواء تغيرات إيجابية أو تغيرات سلبية. أنا غلطت. سواء تغيرات إيجابية أو تغيرات سلبية، ده بيظهر بشكل أو بآخر في التحديات في السنوات القادمة، مش بس يعني قاصرة على مصر، إنما هي قاصرة كمان على دول البحر المتوسط، لأن معظم الدراسات بتتنبأ أن مصر ستكون من أكثر الدول المتضررة بسبب زيادة معدلات الاحتباس الحراري، واللي بتؤثر على العمران. إزاي؟ أنا دلوقتي لما يبقى في احتباس حراري بيؤثر على البحر، فنسبة منسوب المياه بيرتفع. فأنا عندي دول أو عندي مدن ساحلية بتطل على البحر الأحمر أو بتطل على البحر المتوسط. فأنا كمصر في أكتر من دولة بتطل على البحر المتوسط كمان معايا، وتتأثر بشكل أو بآخر بسبب زيادة منسوب المياه. فأنا لما تزيد منسوب المياه أنا هيغرق عندي مدن، فبالتالي أنا العمران عندي هيتأثر. خلينا برضو عشان بس ما نقلقش السادة المستمعين ونقول برضو كلام يعني ده على المدى البعيد، ولازم يعني من الآن نستعد ليه. يعني لازم ان احنا بنحارب الاحتباس الحراري عشان ما نوصلش للمرحلة دي. الدولة شاكرة طبعا، عندها استعداداتها، وفرق الطوارئ عندها استعداداتها موجودة. وبالتالي حضرتك شايفة طبعا احنا على السواحل بالذات في الاسكندرية الدولة عاملة يعني حواجز، وعاملة يمكن يكون الشاطئ بتاع الساحل كله تقريبا أصبح مهيأ بشكل أو بآخر وبطريقة أو بآخرى لأي طوارئ تحصل خلال الأعوام اللي جاية أو بعد السنين الطويلة. بالظبط، محدش يقدر طبعا ينكر حاجة زي كده، بس لازم في الأول في الآخر احنا بنحط سيناريوهات متوقعة أنا بس بقول كده وبنبتدي. عشان بس الناس ما تقلقش وتخاف. يعني احنا لا بنتكلم، احنا دايما يعني انت ممكن تتكلم على 100 سنة قدام فعلا طبعا، بس هي بتبقى بدراسات مسبقة، بحيث ان احنا بنعمل يعني احتياطات استباقية قبل اي حاجة تحصل، زي ما احنا بنتكلم دلوقتي عن الاحتباس الحراري، وازاي ان احنا نفعل كيفية تقليل الاحتباس الحراري حتى الشخصي. ازاي الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البيئة أو على الإنسان بتسبب كمان إجهاد حراري. فأنا لما هتسبب إجهاد حراري أنا لازم كمان أخد بالي من نفسي، وما انساش عشان نفسي كده بقول له في ابتدي اليوم من جوه بتاعي. بيتك من الأول يعني. بالظبط، اني ده انا حقيقي. من خلال الفرد ومن خلال الاسره من خلال المجتمع، حتى لو انا ماشي في الشارع، يعني ابتدي ان انا اعمل مبادره مثلا للتشجير للشارع عندي. أستاذة مها البديني المتخصصة في كتابة موضوعات الطاقة والنفط والمناخ، يعني لما نتكلم عن الحر يعني لازم يبقى فيه خضرة، لازم يبقى فيه كثافة خضرية في التظليل وتخفيف الحرارة. دايما حتى الواحد وهو حران كده بيجري على أي شجرة يقف تحتيها عشان يتظلل منها. حلمنا وحلم مصر إنها تبقى يعني عبارة عن كتلة خضراء، وبالفعل على فكرة بعض الأحياء ابتدت تنفذ وتعمل تشجير لمناطق كتيرة جدا عشان نقدر نقلل من الاحتباس الحراري، وكمان نعمل زيادة في الأكسجين بالنسبة للجو. وأعتقد كمان يعني حضرتك أكيد عارفة إن في بعض الأشجار اللي تقدر تؤدي الدور ده. وبالتالي أنا يعني عايزة أعرف دور الكثافة الخضرية في تقليل الاحتباس الحراري. أكيد طبعا، يعني زراعة أو التشجير ليه دور مهم جدا من حيث فوائد تحسين جودة الهواء والحد من التآكل في التربة، تخفيف امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وده طبعا بيؤثر بشكل إيجابي في الاحتباس الحراري أو التغير المناخي. كمان التشجير بيساهم في الحفاظ على البيئة. إزاي؟ إن هو بيكافح ظاهرة التصحر ومنع زحف الرمال، وبيعتبر كمان مصد مهم جدا للرياح والعواصف الترابية والرمال كمان. طبعا أكيد طبعا، وهو مصدر مهم طبعا يعني لإنتاج الأخشاب. يعني إحنا بيحد من استيراده وتوفير عملة صعبة. يعني فكرة إن أنا كمان بزرع أشجار عشان أقدر إن أنا أخليها بعد كده يعني صناعة أخشاب، وكمان زيادة للتنوع البيولوجي في المناطق الحضرية.
كمان الأشجار هامة للبيئة من حيث إن هي بتساعد في التخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق امتصاص الغازات الدفينة وتخزين الكربون. دي مهم جدا على فكرة. وكمان يعني أنا زي ما يعني أنا خلينا يعني أوجه للسادة المستمعين برضو دعوة وأقول لهم يا جماعة، يعني احنا حلوة قوي ان احنا نعلم نفسنا ونعلم اولادنا ان الشجر واللون الاخضر مهم جدا. سهل جدا ان انا اقدر ازرع قدام بيتي بحاجة بسيطة، لو بذرة هحطها هتطلع ايا كان ايه هي اللي في ايدي. لو انا غرسه هيطلع وهيظلل عليا وهيسحب ثاني اكسيد الكربون في الجو، هيطلع هيولد اكسجين، الموضوع هيختلف تماما، وبالتالي المناخ هيتغير. الجو نفسه حتى هيبقى تقدروا تشموا نفسكم منه، هتلاقوا الجو مش مكتوم، مش فيه رطوبة. بالظبط كده، وده اللي بتوليه مصر اصلا. هي مصر اصلا في الاساس هي دوله زراعيه، لان القطاع الزراعي في مصر حاليا بيمثل 14% من الناتج القومي الاجمالي، واحنا كمان بنساهم في فكره اعاده مشاريع الزراعه بشكل اكبر وبشكل اوسع للحفاظ على المحاصيل الزراعيه، وفكره ان احنا كمان بنصدر هذه المحاصيل الزراعيه، نكون اكبر دول وعلى مصاف الدول الزراعية الكبرى، عشان نقدر ان احنا كمان نوصل لفكرة حد الكفاف او حد الغذاء. يعني يبقى عندنا مستوى كافي من الغذاء، ما يخليناش ان احنا نبتدي نستورد اي يعني زراعات من الخارج، لا احنا نبقى احنا المورد الاساسي لتصدير تلك الزراعات حول العالم. ده شيء جميل جدا، وده اللي احنا بنسعى عليه حاليا بإذن الله. لكن أنا بتكلم في جزئية مهمة جدا، وهي إن أنا عايزة غطاء خضري كثيف في الدولة كلها، سواء في شرق الدلتا أو في شمال الدلتا أو في الجنوب أو في الشرق. إن البلد لازم تكون مخضرة، لازم يكون اللون الأخضر هو اللي بيتغلي. مصر على فكرة دولة زراعية، وأساسا احنا على نهر النيل، ربنا يحفظه ويحميه يا رب. لو فعلا كل واحد فينا قدر إن هو يعمل، كل واحد يبتدي بنفسه، يعني خلي كده الحلم الجميل إن الواحد إنك دايما كده لما بيدخل أي جنينة ولا يدخل أي مكان لونه أخضر، حتى الراحة النفسية بتبقى مختلفة. لو كل واحد بدأ بنفسه الموضوع هيختلف. يبقى ايدينا في ايد الدولة، هم بيشجروا واحنا كمان اللي معاه بذرة يزرعها، اللي معاه شتلة يحطها. الموضوع هيبقى مختلف خلال يعني اي شجرة على فكرة بعد 5 سنين بتبقى مثمرة، وتلاقيها بقت يافعة كده وكبيرة وطلعت كثافة خضرية. ده مهم جدا. اتمنى فعلا انه كل مصري ومصرية بيسمعوني دلوقتي انهم يطبقوا اللي احنا بنقوله، ده حفاظا عليهم وعلى الأجيال اللي جاية، وعلى إن احنا نقلل الحرارة والاحتباس الحراري. وعايزة أقول كمان حاجة تاني، يعني يعني عشان نتعامل في الموسم الحار ده، دايما بنصح الناس ان انت حافظ على جسمك يكون بارد، حافظ على دايما ان يكون معاك ازازة مية تشرب بيها في طول الوقت. ما تستناش انك تبقى عطشان، لان الاحتباس الحراري صعب، الرطوبة اللي موجودة في الجو صعبة. دايما على طول ناكل خضروات وفواكه، ده اللي فيها المية هيعوض الجسم الجفاف اللي بيحصل فيه. زي ما قلتي حضرتك ان بعض الاشجار المهمة جدا اللي بتدينا كثافة خضرية، ونفس الوقت بناخد منها الاخشاب. بالظبط كده. طبعا ده احنا بنعمله طبعا كمبادرة زي ما حضرتك بتتكلمي دلوقتي، وان احنا بنوعي الجمهور او بنوعي المستمع فكرة ان التشجير، ان هو التشجير مهم. تشجر من تحت بيتك، يعني شجر في الحي بتاعك، شجر في المجتمع بتاعك، لان ده على المستوى البعيد كمان. احنا يعني شعب مصري، احنا مرتبطين اصلا بالارض وبالزراعة، ومرتبطين بفكرة ان احنا بنحب نعمر ده احنا المكان كمان اللي احنا دلوقتي بنقوله يعني لا، ده خلي الحلم بتاعك اكبر من كده. ده انت حتى لو ما عندكش قدام بيتك هتقدر تزرع او تعمل، لا ده في البلكونه بتاعتك وفي الاسطح وكده، نقلبها يعني نقلبها ونخليها كلها خضراء. وكمان على المستوى المحلي انا عايزه الفت نظر حضرتك لحاجه مهمه جدا. في محافظات اهتمت جدا بفكره ان انت تعالى ازرع
خد قطعة أرض خاصة بيك وعمر المكان ده، وخد كمان منزل وعيش فيه، زي محافظة الوادي الجديد. يعني هي محافظة الوادي الجديد من ضمن المحافظات الرائدة يعني تعمير صحراء الغربية، وإن هي كجزء محلي كمحافظة نموذج مشرف جدا لفكرة إن أنت تعالى بدل ما أنت يعني عايش طول الوقت في دلتا النيل وحياتك كلها في دلتا النيل من أيام الفراعنة، لا أنت تعالى توسع كشعب مصري كمواطن وعمر المساحات الفارغة، مساحات الرملة الصفراء عشان تبقى أخضر وزرع. دي على مستوى المحلي. كمان على مستوى كمان محافظة الوادي الجديد حاليا يعني المحافظة هناك وزارة البيئة عاملة أكتر من يعني مبادرة خاصة بالتشجير والخضرة، وحاليا شغالين عليه بشكل واسع جدا يعني. بالظبط، ده كمان اللي بتوليه يعني الدولة حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكرة لازم تزرع وتعمر الأرض، وده يعني القدرات القومية الكبرى لزراعة يعني مساحات شاسعة وكبيرة جدا من الصحراء الغربية. كل تأكيد. ده أكيد طبعا. ده يعني خلينا أقول كده في نهاية الحديث بتاعنا الشيق يا جميلة، يعني احنا اتكلمنا عنه بشكل وافي. يعني أنا كل في النهاية أنا عايزة أقول للمواطن البسيط بتاعنا اللي ماشي ورايح شغله الصبح، من فضلك انتبه لنفسك وانت ماشي في الحرارة دي. لازم يكون معك إزازة مية ساقعة، لازم تكون مبردة، مش ساقعة قوي، لازم تكون مبردة. لازم جسمك يبقى بارد، البس الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة. كن حريص ان يبقى فيه كمان كاسكت على دماغك او شمسية او اي حاجة عشان تحجب الحرارة دي، لانها وبالذات في وقت الظهيرة واحنا كلنا الخروج بتاع من العمل بيبقى الساعة 2 الساعة 3 ودي قمة الذروة. فننتبه للحكاية دي عشان ما نوصلش للإجهاد الحراري داخل الجسم. الأستاذة مها البديني، الصحفية الاستقصائية والمتخصصة في كتابة موضوعات الطاقة والنفط والمناخ، أنا سعيدة جدا بالحوار معاكي وأشكرك جدا. أنا أشكرك وأشكر الجمهور المستمع، بإذن وشكرا ليكي وشكرا على هذا الحوار الشيق. حلمي وحلمك. إكرام حمد الله.